في كرة القدم في لعيبة مش كتير اللي بيقدروا يسيبوا بصمة حقيقية في أوروبا وفي نفس الوقت يفضلوا محبوبين في بلدهم من أصغرهم لكبيرهم. وقصتنا النهاردة عن واحد من أهم النجوم المصريين، قصة محمد زيدان، نجم من نوع خاص. اتولد في بورسعيد سنة 1981 وكان من بدري واضح انه مختلف عن اي طفل تاني. بدأ يلعب في شوارع بورسعيد وكان عنده مهارة فطرية وخفة حركة مميزة. حبه للكرة كان أكبر من سنه، ومع الوقت بدأ يشوف نفسه في فرق أكبر، وبدأ مشواره الرسمي في نادي بور فؤاد، وبعدها انتقل لنادي المصري البورسعيدي، وهناك ظهر لمدربيه إنه عنده موهبة خارقة. وفي وقت قصير بدأ يلفت الأنظار مش بس في مصر لكن بره كمان، لأنه كان عنده رغبة جامدة إنه يلعب في أوروبا. أول محطة ليه بره مصر كانت في الدنمارك مع نادي ميتلاند، وهناك اتعلم كتير من الاحتراف الأوروبي واتعود على الانضباط والعمل الجاد. وبعد موسم ناجح جدا هناك، الألمان جابوه للبوندسليجا وبدأ رحلته الحقيقية في ألمانيا. لعب مع فيردر بريمن وبعدها مع ماينز، وكان سرعان ما بقى نجم بروسيا دورتموند اللي هناك اتحول لأسطورة حقيقية بسبب أهدافه الحاسمة وأدائه المميز ومرونته الكبيرة في الملعب. وكان معروف عنه إن كل هدف بيحطه بيحتفل بطريقة مختلفة، وكان له رقصات صغيرة مشهورة خلت الجمهور يعشقه أكتر من أي وقت فات. مع المنتخب المصري محمد زيدان كان دايما حاضر في أهم اللحظات، وبدأ يظهر مع المنتخب في بداية الألفينات وبالذات في بطولات الأمم الإفريقية 2008 و2010، ولعب دور مهم جدا في الفوز باللقبين دول. وفضل هدفه في غانا 2008 محفور في الذاكرة، هدف رجع الأمل للمنتخب بعد ضغط كبير، وكان بيحتفل برقصته الشهيرة اللي كل الجمهور المصري منسيهاش، وكانت جزء من شخصيته على الملعب. كمان كان له أهداف تانية كتيرة في مباريات ودية ومؤهلة لكأس العالم، وكلها بتظهر مهارته وسرعته وذكائه في المواقف الصعبة. مش بس الأهداف، زيدان كان مشهور بلعبه الجماعي ومقدرته على صناعة الفرص لزملائه، وده اللي خلاه محط أنظار كل المدربين في أوروبا ومصر. وكان دايما يعتبر رمز للصبر والإصرار، خصوصا إنه واجه إصابات كتير ومع ذلك رجع كل مرة أقوى، وأثبت إن الموهبة لازم تتظبط بالشغل والتدريب والانضباط. كسب احترام كل زملائه والمدربين والجمهور، وكانوا بيقولوا عليه الفنان المصري، لأنه مش بس كان بيجيب أهداف لكن كان بيرسم لوحات فنية في الملعب. على مستوى المنتخب لعب زيدان مع مصر في أكتر من 50 مباراة، وسجل عدد كبير من الأهداف اللي كانت دايماً بتقلب الموازين لصالح المنتخب، ومن أهمها أهدافه ضد غانا ونيجيريا والكاميرون. وكان له حضور كبير في كل مباريات التصفيات وبطولات أفريقيا، وكان دايماً بيقدم أداء يرفع الروح المعنوية لكل الفريق والجمهور المصري في الملاعب وخارجها. قصة محمد زيدان مش بس نجاح في الألقاب والكؤوس، لكنه كمان قصة صبر وعزيمة وإصرار على تحقيق حلمه في الاحتراف الأوروبي. مع احترامه لوطنه ولمنتخب بلده، زيدان اتعلم من كل لحظة صعبة وفضل دايماً علامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية، واللاعبين الشباب بياخدوا منه قدوة في الإصرار والتواضع والاحترافية. كل هدف وكل مباراة وكل رقصة ليه على الملعب كانت بتعلمنا إن النجاح محتاج شغف وحب وإصرار رغم كل الظروف والمصاعب، وده اللي خلاه محبوب ومحفور في قلوب كل مصري وعربي. حتى بعد ما اعتزل الكرة رسم لنفسه مكانة خاصة في تاريخ الكرة المصرية والعالمية،